دي كل حاجه محتاجين تعرفوها عن الجواشا. اول حاجه الجواشا بتعمل ايه؟ هي بتعمل كده زي نحت للوش وكمان بتنشط الدوره الدمويه. نشتري انهي نوع من الجواشا؟ الكوارتز او السيراميك ولا الستانلس ستيل؟ دول النوع اللي تقدروا تلاقوه، لكن الستانلس ستيل فيها شويه مميزات اكتر، تسقع اكتر من الكوارتز ومش بتلم بكتيريا، بس انا بغسلها دايما احتياطي. لو هتجيبوا النوع التاني المهم تتاكدوا ان هو مش بلاستيك. نستخدم ايه على وشنا واحنا بنستخدم الجواشا؟ تحطوا سيرم من السكين كير بتاعكم، بس بصراحه دي حاجه فاشله لو انتوا بشرتكم دهنيه او مختلطه، لان المنتجات بتكون خفيفه جدا فالبشره بتمتصها بسرعه. الاحسن نستخدم فيس اويل، مرعوبه الصراحه من ان هو يطلع لي حبوب، لكن ده جوجوبا وفيتامين اي وخفيف جدا على البشره، خد منه نقطتين 3 بس. اكتبوا لي في الكومنت هشرح لكم اماكن تانية تجيبوا منها زيوت موثوقه. قبل الجواشة اعملوا التمارين دي 10 ثواني لكل منطقه علشان نفتح الغدد الليمفاويه، وده بيخلي المساج نتيجته احسن بكتير. نقطتين 3 من الاويل على بشره نظيفه. كمان بحط على رقبتي، بحط الجواشة في ميه ساقعه او تلج زي ما تحبوا. تمارين كتير قوي، انا بعمل ال5 دول. ده للجو لاين والرقبه، ده للسمايل لاينز، ده لمنطقه الخد، وبعد كده البورت اللي جنب العين، بعد كده البورت ده بيرفع كده الحواجب، واخر حاجه الجبهه. واحنا بنعمل ال5 حركات دول في حاجتين بس ممنوعين، ان احنا نضغط، وتاني حاجه لو في حبوب نبعد عنها تماما. مش عارفه شايفين الفرق ولا لا، بس بيكون في فرق على الحقيقه اكتر. بس الحركات في البورت التاني من الوش بحط مرطب خفيف وبس كده. اهم حاجه لازم تستمروا، جربوها وقولوا لي رايكم.